السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثانوية الأزهرية دفعة 2026. طمنونا عليكم شبابنا، إيه الأخبار؟ اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. النهاردة هناخد الحديث الثاني. يلا بينا يلا بينا. طبعا أنت ذاكرت الحديث اللي فات وحليت عليه، تمام. هتاخد الحديث ده هتذاكره وتجيب الحديث اللي فات مع الحديث ده، تمام. يلا بينا. أول حاجة طبعا هنعرف عنوان الحديث بعنوان حرمة المسلم. من راوي هذا الحديث؟ الصحابي الجليل أنس بن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. تمام. قول كده نص عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. برافو عليك. خش على المعاني. ما معنى من صلى صلاتنا؟ من صلى صلاتنا أي صلى صلاة كصلاتنا المعروفة المتضمنة الإقرار بالشهادتين وداوم على الإتيان به. تاني، ما معنى من صلى صلاتنا؟ أي صلى صلاة كصلاتنا المعروف المتضمنة الإقرار بالشهادتين وداوم على الإتيان به. ما معنى قبلتنا؟ القبلة أي القبلة المخصوصة بالمسلمين وهي الكعبة المشرفة. واستقبال القبلة، علل استقبال القبلة داخل في الصلاة لأنه شرط من شروطها. قلت تاني، يلا. ما معنى مصلى صلاتنا؟ صلى صلاة كصلاتنا المتضمنة الإقرار بالشهادتين وداوم على الإتيان بها. ما معنى قبلتنا؟ القبلة المخصوصة بالمسلمين وهي الكعبة المشرفة. يلا السؤال ده، علل استقبال القبلة داخل في الصلاة لأنه شرط من شروطها. فهم؟ يلا. ما معنى أكل ذبيحتنا؟ أكل ذبيحتنا، ماشي. ما معنى ذبيحتنا؟ أي ما تحل شرعا بالذبح. البقرة وهي حية حرام تاكل منها، ذبحت حلال تاكل منها، ماتت حرام تاكل منها. يبقى البقرة بتبقى حلال ايه؟ بالذبح. يبقى هي دي الذبيحة، أي ما تحل شرعا بالذبح. والمقصود الاقتصار في أكل ما يذبح، إن أنت تقتصر في أكل الحاجات اللي بتذبح على ما يذبح وأحل بشرعنا. يبقى تاني، الاقتصار في أكل ما يذبح على اللي اتذبح وشرعنا أحلوا لينا. فلا يؤكل الخنزير والميتة والدم ولا غيره مما يحرم. تمام. تاني، ما معنى أكل ذبيحتنا؟ أكل ذبيحتنا أي ما تحل شرعا بالذبح. والمقصود الاقتصار في أكل ما يذبح على ما ذبح. يعني أنت تقتصر في أكل اللي بيتذبح على اللي اتذبح وشرعنا أحلوا لينا، فما تاكلش خنزير أو ميتة أو دم ولا غيره مما حرم. تمام كده. وهل المراد، بيقول لك هل المراد منه الأكل الفعلي أم مجرد الإقرار بحلها دون غيرها؟ وليس المراد الأكل الفعلي، بل المراد الإقرار بحلها دون غيرها وإن لم يطعم في حياته ذبيحة كالنباتيين. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا أنا بقول لك مش لازم عشان أنت تبقى مسلم طبقا للحديث إن أنت تاكل الذبيحة، إن أنا أذبح فأنت لازم تاكل. لا خالص، في أشخاص نباتيين ما بياكلوش لحمة، صح؟ فبيقول لك بقى إيه؟ لا يقتصر، يعني ليس المراد ان انت تاكل فعلا، ليس المراد اكل فعل، بل المقصود بقى ايه؟ المقصود الاقرار بحلها، ان انت تقر انها حلال دون غيرها. انت تقر ان دي حلال اللي هي شريعه المسلمين، لو اكل ما ذبح والشرع حله لينا، فما ناكلش لا خنزير ولا ميته، اللي هو دي معنى دون غيرها. وان لم يطعم في حياتك، ولو انت ما اكلتش لحمه في حياتك، تمام. كالنباتيين. مين هم اللي ما بياكلوش لحمه؟ النباتيين اللي هم عايشين بقى على البقوليات والكلام ده كله. بيقول لك وما الروايه التي تؤيد ذلك؟ وذبحوا ذبيحتنا بخلاف الصلاه واستقبال القبله. في روايه بتقول لك وذبحوا ذبيحتنا بخلاف الصلاه واستقبال القبله. مش احنا بنقول لك ايه؟ احنا في الروايه بتاعت انس اكل ذبيحتنا، في روايه ثانيه الذبح مش لازم الاكل. تمام كده. هات كده يلا المعاني تاني. ما معنى من صلى صلاتنا؟ اي صلى صلاه كصلاتنا المتضمنه الاقرار بالشهادتين وداوم على الاتيان بها. اي القبله المخصوصه بالمسلمين وهي الكعبه المشرفه. تمام. ولما علل استقبال القبله داخل في الصلاه؟ ليه؟ لانه شرط من شروطها. خش بعدها. ما معنى اكل ذبيحتنا؟ اي اكل ذبيحتنا اي ما تحل شرعا بالذبح. والمراد الاقتصار في أكل ما يذبح على ما ذبح وأحل بشرعنا، فلا يؤكل الخنزير والميتة والدم ولا غيره مما يحرم. تمام. وهل المراد الأكل الفعلي؟ وليس المراد الأكل الفعلي، بل المراد الإقرار بحلها دون غيرها وإن لم يطعم في حياته ذبيحة كالنباتيين. تمام كده زي الفل. هل في رواية تانية؟ أيوة، وذبحوا ذبيحتنا بخلاف الصلاة واستقبال القبلة. تمام. يلا. ما معنى ذمة الله وذمة رسوله؟ ذمة الله وذمة رسوله أي أمان الله أو عهدهما. يجي لك في الامتحان ذمة الله ذمة رسوله، تقول أمان الله أو عهدهما. تمام. ما معنى فلا تخفروا الله في ذمته؟ أي لا تخونوا الله ورسوله. كيف
تكون الخيانة ويكون بتضييع حق المسلم الموصوف. حق المسلم الموصوف فين؟ الموصوف في الحديث اللي هو ايه؟ صلى صلاتنا، استقبل قبلتنا، اكل ذبيحتنا، اي المتصف بالصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبيحه المسلمين. تاني، ما معنى ذمه الله وذمه رسوله؟ امان الله ورسوله او عهدهما. ما معنى فلا تغفر الله في ذمته؟ اي لا تخونوا الله ورسوله. ويكون بتضييع حق المسلم الموصوف المتصف بالصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين. يلا بينا كده احنا خلصنا المعاني. لما ذكر استقبال القبله بعد الصلاه؟ يعني ايه؟ مش احنا بنقول صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، ليه بقى ذكر استقبال القبله عليه السلام؟ ما قالش اكل ذبيحتنا وبعد كده القبله، ليه؟ هنقول في قوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ذكر استقبال القبله بعد الصلاه من باب بلاغه بقى، بلاغ ذكر الخاص بعد العام. انت عندك ان الصلاه ديت عام، الصلاه ديت جزء كبير فيها بقى اركان وهيئات وسنن واللي انت عارفه ده، تمام؟ استقبال القبله جزء من الصلاه، يبقى ده خاص وده عام، يبقى من باب ايه؟ ذكر الخاص بعد العام. انت ذكرت الصلاه الاول اللي هو العام وبعد كده ذكرت الخاص، يبقى من باب ذكر الخاص بعد العام. العله تعظيما واهتماما بشأنه. تاني، يبقى علل ذكر استقبال، ما ذكر استقبال القبله بعد الصلاه تعظيم من باب ذكر الخاص بعد العام ولا عام بعد خاص؟ خاص بعد عام. العله تعظيما واهتماما بشأنه. تمام. بيقول لك وما العله قلناها، ولما عطف قوله واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا بعد الصلاه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. بص يا اسطى، مش احنا بنقول هنا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا، ليه عطفنا دي ودي على دي؟ ليه بقى؟ بيقول لك يحتمل انه عطف واستقبل قبلتنا مع واكل ذبيحتنا على الصلاه، وذلك لان اليهود ربنا يولع فيهم بجاز ان شاء الله لما تحولت القبله شككوا بقولهم وما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهم الذين يمتنعون من اكل ذبيحتنا. يبقى علل لما عطف واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا على الصلاه، وذلك لان اليهود لما تحولت القبله شككوا بقولهم وما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهم الذين يمتنعون من اكل ذبيحتنا. طب وما المعنى بناء على هذا العطف؟ اي من صلى صلاتنا ولم ينازع في امر قبلتنا، ما بيقولش القبله لا دي ولا هي القبله الكعبه المشرفه، ولم ينازع في امر قبلتنا، زي مين؟ زي دول، تمام؟ ولم يمتنع من اكل ذبيحتنا، تمام؟ يبقى من صلى صلاتنا ولم ينازع في امر قبلتنا ولم يمتنع من اكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي يحكم له بالاسلام، تمام؟ يبقى من المسلم الذي يحكم له بالاسلام؟ المسلم الذي يحكم له بالاسلام هو من صلى صلاتنا ولم ينازع في امر قبلتنا ولم يمتنع من اكل ذبيحتنا، تمام كده؟ يلا. ما اعرف ذلك المسلم؟ ذلك مبتدا عادي، ذلك اسم اشاره، ضمير اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، تمام؟ المسلم خبر عادي جدا. له ذمه الله، انت بص، ذلك المسلم مبتدا خبر، له ذمه الله خبر مبتدا. تاني ذلك المسلم مبتدا خبر، له ذمه الله خبر مبتدا، تمام؟ يبقى له خبر مقدم وذمه الله مبتدا مؤخر. ارجع لاولى ثانوي تقديم والتاخير. هات لي بقى الحديث من اوله. اول حاجه ايه هو الحديث؟ حرمه المسلم. نص الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله فلا تغفروا الله في ذمته. يلا، ما معنى الحديث؟ بص هنطلع الحديث من هنا. ما معنى من صلى صلاتنا؟ اي صلى، ما معنى من صلى صلاتنا؟ اي صلى كالصلاه كصلاتنا المتضمنه الاقرار بالشهادتين وداوم على الاتيان بها. ما معنى واستقبل؟ ما معنى قبلتنا؟ اي القبله المخصوصه بالمسلمين وهي الكعبه المشرفه. ولما ذكر استقبال القبله بعد الصلاه؟ لانه شرط من شروطها. ما معنى اكل ذبيحتنا؟ اكل ذبيحتنا اي ما تحل شرعا بالذبح، والمقصود الاقتصار في اكل ما يذبح على ما ذبح واحل بشرعنا، تمام؟ فلا يؤكل الخنزير والميتة والدم ولا غيره مما يحرم، تمام؟ هل المقصود الاكل الفعلي؟ ليس المقصود الاكل الفعلي، بل المقصود الاقرار بحلها دون غيرها مما يحرم، تمام؟ زي الفل. ما معنى له ذمه الله وذمه رسوله؟ امان الله ورسوله او عهدهما. ما معنى فلا تغفروا الله في ذمته؟ اي لا تخونوا الله والرسول. كيف تكون الخيانه؟ تكون بتضييع حق المسلم الموصوف، حق المسلم الموصوف المتصف بالصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين، تمام؟ نسينا حاجه؟ ما الروايه التي تؤيد اكل ذبيحتنا؟ ذبحوا ذبيحتنا بخلاف الصلاه واستقبال القبله، تمام؟ قلنا ما معنى اعراب فذاك المسلم؟ ذلك مبتدا والمسلم خبر. طب له ذمه الله؟ له خبر وذمه الله مبتدا مؤخر، زي الفل. يلا بينا. لما ذكر ذمه رسوله بعد ذكر ذمه الله في قوله ذمه الله وذمه رسوله؟ اول حاجه حاجتين هتقول يبقى في قوله ذمه الله وذمه رسوله، في قوله ذمه الله وذمه رسوله
ذكر ذمه الرسول بعد ذكر ذمه الله للتاكيد واشعارا بان كلاهما مقصود. يعني ايه؟ مش انت كان عندك توكيد لفظي؟ التوكيد اللفظي كنت بتكرر المعنى مرتين، يبقى ذمه رسولي بعد ذمه الله للتاكيد. ورقم 2 اشعارا بان كلامه مقصود، يبقى يشعرك ان المقصود ذمه الله وذمه الرسول. تمام. ما الفرق بين خفر حمى وحفظ؟ اخفر غدر ونقض، زي الله يولع فيهم بجاز وسخ. يلا ريلاكس يا ابراهيم، ريلاكس يا ابراهيم. يلا تاني. ما الفرق بين خفر واخفر؟ خفر حمى وحفظ، اخفر غدر ونقض. ما نوع الهمزه في اخفر؟ الهمزه اخفر للسلب، يبقى اخفر للسلب. مثل اشكيت الرجل اذا زلت شكواه، ده مثال. يبقى تحفظ ده كويس، المثال ده كويس. تمام. نحفظ مع بعض. يلا. لما ذكر ذمه رسول بعد ذكر ذمه الله؟ ذكر ذمه رسول بعد ذكر ذمه الله. رقم 1 للتاكيد وتوكيد لفظي اشعارا بان كلاهما مقصود، يعني مقصود ذمه الله وذمه الرسول. تمام. ما الفرق بين خفر حمى وحفظه؟ اخفر بمعنى غدر ونقض، نوع الهمزه للسلب، مثل اشكيت الرجل اذا ازلت شكواه. تمام. فيما يتمثل شعار اهل الاسلام، 3 حاجات يتمثل شعار اهل الاسلام فيه. رقم 1 اقامه الصلاه، استقبال القبله، الاكل من ذبائح المسلمين. يترتب على تحققه حاجتين: انه مسلم له امان الله وعهده ولا تستباح حرمته فلا تنقضوا عهد الله فيه. رقم 2 ليس لاحد ان يحكم عليه بالكفر المخرج عن المله الا بدليل قاطع. سؤال: هل لاحد ان يحكم على احد بالكفر المخرج عن المله؟ ليس لاحد ان يحكم على احد بالكفر المخرج عن المله الا بدليل قاطع. يبقى فيما يتمثل شعار الاسلام اقامه الصلاه، استقبال القبله، والاكل من ذبائح المسلمين. يترتب على ذلك انه مسلم له امان الله وعهده ولا تستباح حرمته فلا تنقض عهد الله فيه، وليس لاحد ان يحكم عليه بالكفر المخرج عن المله الا بدليل قاطع. يلا. لما خص هذه الثلاثه بالذكر؟ ان هم ايه؟ اقامه الصلاه، استقبال القبله، والاكل من ذبائح المسلمين. ليه خص الثلاثه دول بس بالذكر؟ زي فاكر الحديث اللي فات، ليه خص الاطعام والسلام بالذكر؟ لما كان رقم 3 بقى، لما فيه نجاح بين المكارم الماليه والاخلاقيه ويشد الحاجه اليهم في ذلك الوقت. الاطعام لما كان يسود بينهم، الاطعام لقله ذات لما فيه من الجهد وقله ذات اليد، والسلام لما كان يسود بينهم من الفرقه والخصام ولمصلحه التاليف بين القلوب. هنا بقى بيقول لك لما خص هذه الثلاثه بالذكر، اللي هم مين؟ اقامه الصلاه واستقبال القبله والاكل ذبائح المسلمين. ولما ذكر الاسلام واركانه شهادتين وغيره، ولم يذكر، يعني ليه ما قالش بقى اركان الاسلام والكلام كله؟ اول حاجه خلاص معلش سوري، لانها علامات صحيحه. لانها علامات ايه؟ صحيحه، دل على تمييز المسلم من غيره. يبقى بيقول لك ان الصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين دي علامات صحيحه دل على تمييز، تعرف تميز بها المسلم من غير المسلم. رقم 2 لان من صلى كما تصلي دل ذلك على اقراره بنبوه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وبما جاء من عند الله كله. تاني يبقى ليه ما خص هذه الثلاثه بالذكر؟ حاجتين: رقم 2 لانها علامات، رقم 1 لانها علامات صحيحه داله على تمييز المسلم من غيره. رقم 2 هنقول لان من صلى كما تصلي دل ذلك على اقراره بنبوه سيدنا محمد واقراره بما جاء من عند الله عز وجل. تيجي نجيب كل اللي فات؟ يلا بينا نجيب كل اللي فات. انا عايز بص، انا عايزك تخرج تبقى انت فاضي للثقافي والمواد الصعبه اللي عندك دي، ربنا يعينك يا رب. ماشي حبيب قلبي؟ يلا يا قلبي. ايه اللي حصل بس؟ ثانيه بس كده. ماشي. قلنا اول حاجه من عنوان الحديث وحرمه المسلم. روى الحديث انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله فلا تغفر الله في ذمته. قلنا ما معنى من صلى صلاتنا؟ اي صلى كصلاتنا المتضمنه الاقرار بالشهادتين وادائهم على الاتيان بها. تمام. ما معنى قبلتنا؟ القبله المخصوصه بالمسلمين وهي الكعبه المشرفه. اكل ذبيحتنا قلنا فيها 3 اقسام. بص اعرف العقل المترتب ينجح. تمام. ما معنى اكل ذبيحتنا؟ المقصود اكل ذبيحتنا، المقصود اي اكل ما ذبح، اكل ما ذبح، والمقصود الاقتصار في اكل ما يذبح على ما ذبح واحل بشرعنا، فلا يؤكل الخنزير والميته وغيره والدم وغيره مما لا يحرم. تمام كده؟ تمام. هل المقصود ده كده خلصنا اول حاجه؟ هل المقصود الاكل الفعلي ام المقصود ليس المقصود الاكل الفعلي، بل المقصود الاقرار بحلها دون غيرها، وإن لم يطعم ذبيحة في حياته كنباتين. هل في رواية تانية؟ ذبح ذبيحتنا. تمام. ولا يذكر غيره من الصلاة واستقبال القبلة. يعني قلنا علل استقبال القبلة داخل في الصلاة لأنه شرط من شروطها.
تمام. ما معنى ذمة الله وذمة رسوله؟ امان الله او رسول، امان الله او عهدهما. تمام. ما معنى فلا تغفروا الله في ذمته؟ اي لا تخونوا الله والرسول ويقوم بتضييع حق المسلم الموصوف. بتقول معايا ولا انا بقول لوحدي؟ انا بقول عشان احفظك، مش بقول انا حافظ الحمد لله، انا بقى ببقى فاهم، بقول انا عشان انت تحفظ وتفهم. يلا. ما معنى فلا تغفروا الله في ذمته؟ اي لا تخونوا الله والرسول ويقوم بتضييع حق المسلم الموصوف المتصف بالصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين. قلنا بقى لما ذكر استقبال القبله بعد الصلاه؟ من باب ذكر الخاص بعد العام تعظيما واهتماما بشانه. ولما عطف واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا على الصلاه؟ وذلك لان اليهود لما تحولت القبله شككوا بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهم الذين يمتنعون اكل ذبيحتنا. ما المعنى بناء على هذا العطف؟ اي من صلى صلاتنا ولم ينازع في امر قبلتنا ولم يمتنع من اكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي يحكم له بالاسلام. تمام. قلنا ما معنى في ذلك المسلم؟ ذلك مبتدا، مسلم خبر، له ذمه الله، له خبر، وذمه الله مبتدا مؤخر. تمام. لما ذكر ذمه الرسول بعد ذكر ذمه الله في قول ذمه الله وذمه الرسول؟ للتاكيد واشعارا بان كده هو مقصود. ما الفرق بين خفر بمعنى حمى وحفظ، اخفر بمعنى غدر ونقض. الهمزه في اخفر للسلب. مثال اشكيت الرجل اذا زلت شكواه. تمام. فيما يتمثل شعار اهل الاسلام الصلاه واقامه الصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين، يترتب على ذلك انه مسلم له امان الله وعهده ولا تستباح حرمته. رقم 2 ليس لاحد ان يحكم عليه بكفر المخرج عن المله الا بدليل قاطع. رقم 3 لما خص هذه الثلاثه بالذكر؟ اقامه الصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين. قلنا لانها علامات صحيحه داله على تمييز المسلم من غيره. رقم 2 لان من صلى كما نصلي دل ذلك على اقراره بنبوه سيدنا محمد وبما جاء من عند الله كله. تمام. لما ذكر استقبال القبلة؟ يعني ليه قال استقبال القبلة؟ مع انه شرط من شروط صحة الصلاة اصلا. ذكر استقبال القبلة مع انه شرط من صحة الصلاة. انت خدت في الاول ذكر استقبال القبلة بعد الصلاة ليه؟ لانه شرط من شروط. هو هنا بيقول لك بقى ليه ذكرها مع انها شرط من شروطها؟ هتقول لاشتهار امرها واختصاصها بصلاتنا بخلاف القيام والقراءة وغيرها. يبقى لاشتهار امر القبلة واختصاصها بصلاتنا بخلاف القيام والقراءة وغيرها. كذا اكل ذبيحتنا فقط وغيره مما حرمه الله مخصوص باهل الاسلام. يبقى تاني كذا اكل ذبيحتنا فقط غير ما حرمه الله. انت تاكل ذبيحتنا فقط غير اللي ربنا حرمه، اللي هو تاكل اللي ربنا احله بس، ده مخصوص باهل الاسلام. تمام كده. يبقى لما ذكر استقبال القبله بعد مع انها شرط من شروط صحه الصلاه، ولما اكل ذبيحتنا فقط انه ذكر استقبال القبله مع انه شرط من صحه الصلاه لاشتهار امرها واختصاصها بصلاتنا بخلاف القيام والقراءة وغيرها. وكذا أكل ذبيحتنا فقط غير ما حرمه الله، يعني ياكل حاجة غير اللي ربنا حرمها مخصوص بأهل الإسلام. تمام. ما الذي استنبطه العلماء من هذا الحديث؟ حاجة بس استنبط العلماء من هذا الحديث اشتراط استقبال القبلة. تمام. يبقى استنبط العلماء من هذا الحديث ايه؟ اشتراط استقبال القبلة في الصلاة. آراء العلماء عندك 3 حاجات: شافعية، حنفية، والجمهور. آراء الشافعية انت تستقبل عين القبلة، انت بتستقبل الكعبة، تستقبل عينها للقادر يقينا في القرب وظنا في البعد عنها بالصدر. يبقى بما يكون ده اول حاجه، يبقى استقبال عينها للقادر عليه يقينا في القرب وظنا في البعد. تمام. بما يكون، اكتب هنا بقى كده، بما يكون استقبال القبلة بالصدر والوجه ايضا الا في شده الخوف وفي صلاه النافله في الصف. يبقى بص، يبقى ما راي الشافعيه؟ اراء الشافعيه استقبال عينها للقادر يقينا في القرب وظنا في البعد. تمام. يبقى استقبال عينها ايه؟ يقينا في القرب وظنا في البعد. بما يكون استقبال القبله بالصدر والوجه ايضا. متى يجوز ترك استقبال القبله؟ شده الخوف وفي صلاه النافله في السفر. اما العاجز عن استقبالها، يبقى العاجز ان هو العاجز اللي بيبقى عاجز عن استقبال القبله فكالمريض. ده بقى المثال بتاعه. اما العاجز استقبال القبله كالمريض. مال المريض؟ المريض الذي لا يجد من يوجه القبله، اللي هم الناس اللي بتبقى نايمه على ظهرها مش عارفه تستقبل القبله، اللي هم عافاكم الله، يعني اللي بيبقى عندهم يعني الم في العمود الفقري او عاملين عمليه في العمود الفقري فساعات ما بيقدروش يقعدوا فبيبقوا نايمين. ده لو ما لقاش حد يوجهه للقبله اللي هو القبله بالقلب، يعني ان هو مثلا يستقبل القبله، يعني يستقبل القبله، ده بيصلي على حسب حاله. تمام. يبقى اما العاجز عن استقبالها فكالمريض الذي لا يجد من يوجهه القبله، او المحبوس بغير عذر. يعني انا مثلا حاكم ظالم حبس حد، او ولي او القاضي بتاع البلده حبس حد من ظلم عادي وهو ما عملش اي حاجه، ده المحبوس بغير عذر. المحبوس بغير عذر فيصلي على حسب حاله ويعيد بعد انتهاء العذر. يبقى نقول الشافعيه تاني كده:
أما آراء الشافعية استقبال عينها للقادر يقينا في القرب وظنا في البعد بالصدر والوجه أيضا إلا في شدة الخوف وفي صلاة النافلة في السفر. أما العاجز عن استقبالها كالمريض الذي لا يجد من يوجهه والمحبوس بغير عذر فيصلي على حسب حاله ويعيد بعد انتهاء العذر. خلصنا الشافعية. الحنفية الواجب عند عامة الحنفية في البعد استقبال الجهة للعين. يبقى الشافعية تستقبل العين، الحنفية تستقبل الجهة لا العين. تمام كده. الجمهور استقبال الجهة لا العين. الدليل ما بين المشرق والمغرب قبلة. يبقى الجمهور والحنفية نفس الحاجة استقبال الجهة للعين. والدليل بقى ليس الجمهور ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما الشافعية تستقبل عين القبلة. تمام. يلا بينا. ما سبب اكتفاء النبي بذكر ذمة الله بعد في قوله فلا تغفروا الله في ذمته دون ان يقول ورسوله؟ تاني، مش احنا قلنا ان هو ذكر في فلا تغفروا الله في ذمته له امان الله ورسوله او له امان الله ورسوله، صح؟ ذكر ذمة الرسول بعد ذكر ذمة الله. تمام. هنا ليه بقى قال لك يعني في الجزء الثاني من الحديث قال فلا تغفروا الله في ذمته، ما قالش فلا تغفروا الله في ذمته وذمة رسوله؟ ليه؟ لاستلزام عدم اغفار ذمة الله، عدم اغفار ذمة الرسول. مش فاهم حاجه. يعني الاستلزام يعني لانه يلزم لو انت ما اخفرتش ذمه ربنا، يعني لو انت ما خنتش المسلم ده في ذمه ربنا ان انت برضه مش هتخون ذمه رسول الله. هو يعني ايه اساسا فلا تغفر الله في ذمته؟ لا تخونوا الله والرسول ويكون بتضييع حق المسلم الموصوف، صح كده؟ يبقى الاستلزام عدم اغفار ذمه الله، ان انت لو ما عملتش كده في ذمه الله عدم اغفار ذمه رسوله. تمام كده يا حبيب قلبي؟ تمام. ماذا جعل الإسلام على المسلم من خلال هذا الحديث؟ جعل الإسلام على المسلم بعض الواجبات الخاصة. وماذا ضمن له؟ ضمن له بعض الحقوق. يبقى جعل الإسلام على المسلم بعض الواجبات وضمن له بعض الحقوق، ولأجل هذه الحقوق كان لابد من علاقة يعرف بها العلة فهي كفيلة بسلامة المجتمع والحفاظ عليه. تاني. ماذا جعل الإسلام على المسلم؟ بعض الواجبات الخاصة، وضمن له بعض الحقوق، ولأجل هذه الحقوق كان لابد من علاقة يعرف بها إيه؟ كان لابد من علاقة يعرف بها العلة لأنها كفيلة بسلامة المجتمع والحفاظ عليه. لأنها إيه؟ كفيلة بسلامة المجتمع والحفاظ عليه. تمام. ماشي. ده الحديث حرص النبي على تعليم امته، قلنا بنحطها في اي حديث ان امور الناس محموله على الظاهر والله يتولى السرائر. يعني انت ما تحكم، يعني امور الناس محموله على الظاهر ان ظاهر الافعال وانت مالكش دعوه بالنوايا، النوايا بس اللي يحكم فيها ربنا. ان الصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين من شعائر اهل الاسلام. استقبال القبله الشرط من شروط صحه الصلاه. ديننا الاسلامي كان من مهامه العظيمه النفيسه ان يعلم الناس حسن الظن في غيرهم. يبقى ممكن نكتب هنا سؤال: ما مهمة ديننا الإسلامي؟ ايه الخط ده؟ ما مهمة ديننا الإسلامي؟ يبقى ديننا الإسلامي كان من مهامه العظيمة النفيسة. على فكرة الحتة دي ممكن تيجي أكمل، يجيلك سؤال أكمل محترم. ديننا الإسلامي كان من مهامه نقط أن يعلم الناس نقط في نقط. يبقى الدين الإسلامي كان من مهامه العظيمة النفيسة أن يعلم الناس حسن الظن في غيرهم. خلصنا الدرس. نعم إن شاء الله كده إنك تكون فهمت وبسطت معانا ونكون حفظناك قبل ما تخرج، وكده نسيبك ونسيب الوقت بتاع حضرتك الثمين جدا للثقافي والرياضة. تمام كده يا حبيب قلبي؟ عندك أي سؤال طبعا ما تنساش تخش جروب التليجرام بتاع الشرعي، هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. وادعي لنا دعوة حلوة، ربنا يوفقنا ويوفقك حبيب قلبي يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في خير وعافية وسلام.